شلونكم شباب؟ طبعا مدى صوراني بس نزل علينا طير ما ادري منين اجي. وينه هذا ذابقه؟ هاي هياته. هذا فرخ صغير، هذا هو الواحد. طبيت انا بالبرج ذاك مش طير واحد دا اشوفه اكل ولا لين عنده بيض بوحده بداخل البرج، لقيته واقف هنا بس ذبيت اكل والله نزل. حتى باع بالك اليف، باع ما يجوع، باع حياكل الخبز ايش كبرها. ندبل هنا كل شويه بس ما شلونه مرقع بعد ما مصفي. طبعا ما يجوع. حفتح له الباب. دبكل هناك حتى يتحولن. باع هو هياته بوحده. بابا ما يدري بيه بصفه، ما يجوع. والله بابا يريد يفوت منك، باع كتل نفسه لان هناك ذاك ذاب بكل ذاك الطير اللي عنده بيض. فات. هذا اول صيد لهذا الموسم، اول طير نصيد. بقى نذني خلينا نشوفه، وبعدين حيشب عننا وحياكلنا الاكل. اياته عبالك زاجل مضرب بتاره. بعد صغير خطيه. لا طلعهن. أكثريتهن جناحا طولا بس بعدهن ما يندلن ولا طير يندل علينا. بعدها مشكولة بس البارحة مطلعهن هيك دا قبوبهن شوية كان العنبر سراي طار طيرة. هذا الأبيض طار طيرة إلا مو طبيعية، ظل يطير فوق. أنا ظليت أقبوب له كان شيء من فوق نزل على ذاك ابو الزواجل. والله ظليت اقبب له كان يطير وصلها طب كان شيء قبل بالسطح. يعني لان انا مطلع يمكن 4 ايام ما ادري قد بدون ما اقببهن، يعني يندل المكان شويه. فهسه حتى جماعتنا بالتعليقات قالوا لي عوفهن خليهن من كيفهن يتعلمن، يعني لا تستعجل عليهن. فدا عوفهن بس اقببهن اصعدهن وانزلهن. اسبوع يجوز 10 ايام هيك وابدي اقبب بيهن كلش قوي. وهاي صيد اليوم يمكن بعده يصفي يصير تار حلو. شلونكم شباب؟ طبعا البارحة طلعت الطيور، طلعتهن الصبحية. والله انا سالي تقريبا شهر مدى اطلعهن بس العصرية لين ادري بيهن الصبح يروحن. بس كنت جارها قاعدة فقلت اذا انام بعد ما حطلعهن، قلت خل اطلعهن وما احركهن ابد. والله طلعتهن هن يومية ولا ما يقبلن يطيرن. بالعودة هاي اقتلهن، وينها؟ العودة ما ادري وين خليتها. هاي بهاي العودة اريد اطيرهن ما يطيرن. يومية هاي العصرية هيج خبلني. هذني شعايفهن
قعدت هنا وعايفهن. واحد منهن هيك طار، كان كلهن يقبن، صعدن ترن فرة واحدة ونزلن. اثنين منهن تسون، وحدة طارت هنا، كان يطلع فحل وراها مطارد، ما ادري بي اصلا هذا يا هو، حتى ما ادري يا هن راحن لان ناسيهن، بس عنبر سره مبين. وهذا باع بس يحرك بجناحه، هذا خبلني يريد بس يفلت، وطلعته كشي ما يسوي، يمكن هو اللي قببهن ما ادري غيره. المهم كلهن نزلن هم زين، لان اخذن هيك نص فرة وقبل نزلن. هاي راحت هنا تريد تنزل هناك، بعدين نزلت ورا هذا البيت وفحلها فوقها، هاي طاير كان نزل وياها. المهم براها الفحل سوى، طار الفحال ظل يفتر فوق العمارة، وظل كوما يفتر لحد ما مليت طببت الطيور. صدق قبل لا طبب الطيور قلنا ضيعنا النثية وفحلها عنبر سرة، يمكن اثنيناتهن فحل من نافلت والنثية بقت هنا. طارت ورا ساعة، هي طارت هيك ناصية ماش بيها، يمكن ما مخرجة هاي. والاخ انا مطلعهن هنا كان شو يسوي؟ شلون شايف الزاج من تفكه وغريب من السطح، طار وطلع كله قبل، كان ويطير وياه فحل. بعد ذاك بس يحرك بجناحه خبلني. المهم شنو؟ طلع قبل وطلع وياه تار، والله عور العمارة كان التار اللي لاحقه من كيفه، لا فرجع طوب قبل نزل. هذا ذكي، ذاك قبل فلت، يعني واحد فلت منه. شلون الزاج القبل فلته، هذا الاهله يجوز اهله هنا قريبين، وطيره هنا والفحلها طلع من هناك ماكو. صعدت ثاني يوم همين ما لقيتهن. المهم يعني هاي وقت البارحة يمكن اللي ضيعتها. المهم هسه طيور عايفها، حتى حابسه، حتى ما اريد اطلعها، هو راح مني. وجماعتنا هواية قالوا لي احمد لا تطير نخلي بيضا، والله انا عايفهن حتى ما دا احرك بيهن، بس المغربية وما قبلن اصلا يطيرن. بس ذني زوجين، هاي بيضة، ذني زوجين، ذني هناك زوجين، ذي كم بيضة، اكثريتهن زوجا وبيضا. سباحة لني ابيض هنا، ابيض هنا، هاي بيضة وكسرت البيضة مالتها، لان بيضة وحدة ومثل اللي كانت البيضة شوية مفطورة ما اشبيه هي، يعني من بيضتها وعفتها شو لقيتها صايرة ريحها بيها مو طبيعية. هاي تريد ترجع البيض، خل ترجع. بس الطيور مو طلعتها، يعني النثاية كلها مطوردة ورا النثاية، يمكن لحش كل النثاية كلهن واطلع الفحلة. هاي هم بيضة، ما تقبل توخر، هاي يومين وهديتها وجلدت ما ادري شلون طير من كيفه. هاي من بيضة، يعني صار ذاك الفيديو ضيعنا 3 وهذا الفيديو ضيعنا 3، بس انا قلت بعد ما اجيب، يعني اللي يبقى هذا هو. هذا مطارد هذا على هاي. لا والله مو هاي، هذيك نتيجة الصفرة ما ادري وينها. المهم ايش قلنا بعد ما اجيب، بعد كانت ماطرة وجلفت السطح فد مرة، قلت بعد ما اجيب، لان هن هسه همين اني صدت واحد واشتريت واحد، هسه اشوف لكم اياه بالفيديو الاخر. يعني همين ضيعنا ورجعن 60 هسه صارن همين، لا والله ايش قد 58. ذاك صدناه بعد دا يصفي سيطلع حلو. المهم ايش قلنا، اذا ايش قد يصفى منهن، هن التور هيك تجيب 80 يصفن 40 له 30، وبعد نهاية عود ما مطيرين هن من كيف دا يفلتن. فهسه شنو عوف ذني بعدين دا يتعاركن، شاف لك واحد يتعارك وياها عبالي نثيته. المهم ايش قلنا، نعوف ذني لح اجيب بصارة، عاجبني البصارة ما ادري ليش، هذني اللي لوتين وماشي يسون. لح اسوي يمكن هنا برج، شو تقولون انتم شباب؟ اسوي هنا برج عالي بحيث هنا وهيجي ممدود مثلا لهنا، اخلي يعني على السياج. يمكن اسوي هنا هيجي طويل ويا البرج بعلو البرج، ويجوز اسوي واحد هنا، لو هنا اسوي خانات بعد ما يندرى.
انتو بعد شوف شو تريدون، يمكن اجيب ارافل، هواي دا يقولوا لي جيب ارافل. حمر هواي هم دا اشوف، بس الحمر ما ليش اضوج منهن، خاصة المحجلات. يعني اذا اريد اجيب همينه لازم اجيب حفاي، اضوج من الحجال احسه يوسخ القاع والهاي ما شلونه. المهم هسه شنو، عوفنا من الطيور حتى ما حطلحن لي فلتن لين بعدها صبحيه. اريد شنو مو حاشتغل، قلت لكم برج وهاي سوالف، فيراد لي دقمه جوزه. عندي هذا الواير مال هنا، كان هنا ماطور لح سحبه، جبت له بلك، جبت له هذا بلك، جبت الغراض راح اخليه بداخل هاي حتى لا يغرق من المطار. ويمكن هنا حدقه، يمكن هنا حدقه هسه تو بعد بقوي. هذا الواير سحبته مال الماطور القديم، كان كله مشكل ويا البوري. المهم جبته منه، هسه اللي حاربطه هنا. زاد عندنا هذا الواير، بعدين مو اسوي هاي الابراج ان شاء الله، واترس شو اسمه، اترس السطح كله شو اسمه قلوبات، يعني ذني في دنا الوايرات. هذا كمل صار هيجي نمد هنا، شو يسوي يتغطى بهاي حتى من المطر، صار فشي خوش فيك. هذا اللي يريد يفلت صدق. ما سولفتكم على هذا العنبر، هاي قبل لا يفلتن ذني الثلاثة، هذا وذيك طيرته بصفه، طار بوحده من كيفه. لا والله مو من كيفه، اني كنت اقبو بيهم واقول لكم اقبو بيهن العصريه، والله طار نجم ظل يفتر هنا. كان شو يسوي، كان يشيت على ابو الزواج فوق البرج بالضبط، وقف فوق البرج. هم زين الولد ابو الزواج ما موجود، هذني بعدني بصفي طيران، يعني لو عندي شي قفا صيدهن وينهن اختفن هياتهن. هذني اصلا حمر عبالي زواج الامال هذا. المهم نزل من فوق طوب، شيت على ابو الزواجل. كان شو اسوي، طلعت الطيور كلهن كس عقبوا بيهن، هو هنا وذاك البرج يعني يبين الطيور. والله ظل يمكن نص ساعة كان اشوفه منجم، طار منه اجا اول شي ناصي، كان يصعد لي فوق، كان شو يسوي طب شيت بنص السطح. يعني ذكي، اكو بيهن طبعا ذكيات راسا يندلن، واكو بيهن ما ادري ايش بيهن. بدا يضيعن عندنا العنابر السرى لين ما يقدرن ينزلن. شلون هذا اللي ضاع اليوم البارحه اقصد، ظل هيك يطير ريشه بالقوه، نزل فوق العماره وبنص العماره اصلا مو بالحافه. ما ادري ليش العنابر ينزلن هيك، يعني مو على البرج، لو على هاي قبل بنص السطح.